في واحد عندنا كان بيلعب اسمه ميدو، تعرفه؟ ميدو مين؟ ميدو اللي هو انت. عارف اني اتاخرت عليكم، ولكن حقيقي وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت، فرجعت لكم بحلقه جديده. وحشني يا ابن عمي، وحشني والله. في ظل الاحداث الجدليه اللي بتحصل لمنظومه التحكيم في الكره المصريه، محدش بقى فاهم مين اللي بيتحكم فيها بالظبط، مين صاحب القرارات ومين صاحب الكوره، الانديه الكبيره باعلامها وجماهيرها ولا اتحاد الكوره ولجنه الحكام، وهل فعلا بيحصل مجامله لانديه معينه ولا دي مجرد اخطاء بشريه وبتحصل عادي والناس هي اللي مكبره الموضوع. وكل الفضايح اللي هتسمعها او تشوفها معايا دلوقتي هتخليك تشوف الموضوع بشكل مختلف. عشان كده هنبدا الحكايه من الفيديو ده. انت اعمى يا جهاد، اتعميت؟ ده انت طويل واهبل، ما شفتهاش كوره؟ عينيك اتعمت ولا كراهيتك لمرتضى؟ الفيديو ده كان في موسم 2017، واحد من اكتر المواسم الجدليه في الدوري المصري، والموسم ده بالذات كان فيه حاجات غريبه بتحصل، عدد كبير من اخطاء الحكام مش منطقيه، زائد اخطاء عبثيه مش بنشوفها كتير، والمسؤولين بيطلعوا على التلفزيون يتبادلوا الاتهامات، انت اللي بتتجامل، لا انت اللي بتتجامل. ايوه بيحصل كارثه، انا بقول لك. ومن ضمن الاخطاء دي مباراه مشهوره بين مصر المقاصه والزمالك، وانتهت بفوز المقاصه 1-0، وكان في لمسه يد واضحه وضوح الشمس داخل منطقه الجزاء على احمد سامي مدافع المقاصه وقتها، لكن حكم المباراه جهاد جريشه ما بيحسبهاش. بعدين بص هو طاير وهو ده مش شايفه. مرتضى منصور بسبب اللقطه دي قعد من يوم المباراه في الجوله الخامسه لنهايه الدوري يهاجم جهاد جريشه ولجنه الحكام ويتهمهم بمحاوله توجيه الدوري، وفعلا انت لما تبص عليها هتستغرب هو ازاي ما حسبهاش، دي الكوره واضحه ومش محتاجه اي حاجه، وازاي حكم كان رقم 1 في مصر في الوقت ده ومرشح للمشاركه في كاس العالم 2018 يعمل كده. انا شفت اخطاء تحكيميه كتير بس ما شفتش فجر. هذا رجل فاجر، الكره تيجي كتفي تقول ايدي يقول كتفي، انما واحد طار زي الاخوان. طيب ضربه جزاء واضحه ولها اثر مباشر على نتيجه المباراه، رئيس الزمالك بيطلع يهاجم الحكم واتحاد الكوره ومعاه حق، وكل حاجه بتقول ان فعلا ممكن يكون في محاوله لتوجيه الدوري، وهنا هيبدا يظهر اطراف كتيره للحكايه. في الموسم اللي قبليه موسم 2016 وقبل ما الحكايه دي تحصل، مرتضى منصور كان عامل مؤتمر لدعمه في انتخابات مجلس الشعب، وبنتفاجئ ان الحكم جهاد جريشه بيظهر في المؤتمر ده وبيدعمه في الانتخابات، ومرتضى منصور بنفسه بيقول كده. ما انا عارف ان هو زملكاوي بس ما حدش يقول بقى. الله، ايه الحكايه يا عم شرنوبي، هو معانا ولا علينا؟ الفيديو ده كان قالب مصر كلها، ازاي حكم في الدوري المصري يظهر مع رئيس نادي بالشكل ده؟ حتى لو مجرد دعم فتواجده اكيد هيكون مثير للجدل والدنيا مش ناقصه، لكن بتظهر حاجه بتغطي على الفيديو ده وبتزود الجدل اكتر وبتقلب الوسط الرياضي كله. هنجيب لك حكام دوليين محترمين، وانا جايب له حكم هو بيحبه وهو مبسوط منه. مكالمه مسربه بين رئيس لجنه الحكام وجيه احمد وبين ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره في الوقت ده، وهم بيقولوا ان مرتضى منصور بيكون راضي تماما لما يكون جهاد جريشه هو الحكم. ماتش الزمالك والمقاصة هجيب له مين؟ جهاد جريشه زي الفل، ملوش حاجه. المكالمه دي ما كانتش بتقول ان مرتضى منصور بيطلب مغامره الزمالك على حساب نادي تاني، بالعكس، لكن كانت بتقول ان جهاد جريشه بعيد كل البعد على الاقل من وجهه نظر رئيس نادي الزمالك انه يكون ضد النادي، وان قبل اتهام جهاد جريشه بالفجر والرشوه وانه تعمد عدم احتساب ضربه جزاء للزمالك بعديها بسنه، كانت الدنيا بينهم جلب الموز. طب طالما كده ليه ما حسبهاش؟ هتعرف ليه بس قدام شويه. المكالمه اللي انت سمعتها من شويه عرت اتحاد الكوره ولجنه الحكام، ووضحت ازاي المسؤولين بيديروا ازمات وبيعالجوا المشاكل، وكمان اتوجه اتهامات بشكل مباشر لاشخاص بعينها وليهم مكانه في نفس المنظومه ويتولوا مناصب سواء في اتحاد الكوره او كانوا رؤساء لجنه الحكام. اتحاد الكوره لما بيلاقي مشاكل بدات تطول الكل والدنيا مقلوبه بيجتمعوا مع بعض عشان يلاقوا حل للكارثه دي، وبيوصلوا انهم يعلنوا اقاله وجيه احمد من رئاسه لجنه الحكام ويتعين بداله احمد الشناوي، لكن الموضوع اللي كان متوقع ان هو ينتهي زاد اكتر. الورقه مطبوعه بالتصريح بتاع الاستاذ احمد مجاهد ويتزيلها اعتذاري عن هذه المهمه، انا جيت عشان خاطر اساعد الحكام واساعد اتحاد الكره بدون مقابل مادي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل يا شرنوبي؟ الراجل لحق. اللي بيحصل يا صديق الملك ان احمد الشناوي بعد تعيينه باقل من اسبوع بيعلن استقالته من لجنه الحكام على الهوا مع سيف زاهر، وبيتهم احمد مجاهد عضو اتحاد الكوره في الوقت ده ان هو السبب في استقالته وانه في محاوله منه لابعاده عن لجنه الحكام من قبل ما يبدا. لكن فوجئت النهارده بتصريح للاستاذ احمد مجاهد في صدى البلد بيتناول شخصي ويقول ده لا يصلح وضعيف. كمان عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكوره بيتهم احمد مجاهد زميله في نفس الكرسي انه فعلا بيشوه صوره احمد الشناوي وانه بيتدخل في اختيارات الحكام والتحكيم، وبيهدد هو كمان بالاستقاله من منصبه في اتحاد الكوره. احمد مجاهد بيطلع بعد كده يرد على ده كله وبيقول انه مش صح وان تصريحاته اتفهمت بشكل غلط وانه مش معقول هيهاجم احمد الشناوي من قبل ما يبدا، ولكن هو متفاهم هجوم عصام عبد الفتاح عليه بسبب خلاف بينهم على صحه استمرار عصام عبد الفتاح في اتحاد الكوره من الاساس، وهو متواجد في نفس الوقت في الاتحاد الاماراتي. اولا انا اتفهم ان عصام فتاح يعني يهاجمني او بقاش راضي عني لان انا راجل انا واجهته باللائحه واعترضت على وجوده في اجتماع مجلس اداره الاتحاد، لانه بمجرد عمله في الاتحاد الاماراتي اصبح يعمل في هيئه اخرى وده بيعتبر مستقيلا من تلقاء نفسه من مجلس اداره الاتحاد. انت عارف المشكله في ايه؟ ان الناس دي كلها عملت مداخلات مع سيف زاهر وكان مندهش من الكلام ده كله، وكمان كان بيحاول فعلا يهديهم وهو اساسا عضو في نفس اتحاد الكوره اللي فيه مشاكل دي كلها، وكمان مع بدايه الحلقه قدم استقالته على الهواء.
انا الحقيقه قررت وشفت ان الافضل دلوقتي الرحيل. انا شفت ان انا قعدت 3 سنين وشفت ان الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا. بعد استقاله احمد الشناوي بيتعين جمال غندور رئيس لجنه الحكام في الموسم ده، وبعد كم الفضايح والاتهامات المتبادله بين كل شخص والتاني، اتحاد الكوره ولجنه الحكام بقوا مستباحين للجميع، ولجنه الحكام بالتحديد ما بقتش بس ضعيفه زي الاول، دي بقت اكنها مش موجوده من الاساس. والاعتراضات للاهلي والزمالك بقت على كل صغيره وكبيره حتى لو ما اتظلمتش في الملعب، لان كل نادي بقى شايف ان اللي قدامه هو اللي بيتجامل على حسابه، وان اي خساره او تعادل بيتعرض لها اي فريق سببها اكيد خطا تحكيمي، لدرجه انهم بداوا يرفضوا تعيين حكام بعينها لماتشاتهم في الدوري. والموضوع بيوصل ان مرتضى منصور بيطلع يهاجم جمال غندور وبيتهمه بتوجيه الدوري لصالح الاهلي. انا بس عايز اقول لجمال غندور دي اخر مباراه انت رئيس لجنه الحكام فيها. الكلام ده حضرتك بيتقال في اوض النوم، ما بيتقالش في القنوات المحترمه. حضرتك عندك حاجه عايز تقولها قولها وخليك راجل وشجاع، انما تقعد تلمح تلميحات ما تنفعش الا على المصاطب، ده ما يطلعش من رئيس لجنه الحكام جاي كده. يا جمال غندور العب مع فودافون كما تشاء ومصيرك ورحمه ام السجن. بقول لك لو راجل عم تدي بلاغ، انا ببعت لك رسائل بقول لك يا تافه. لكن اتحاد الكوره بيرد ببيان بيرفض فيه فرض وصايه على الحكام او ارهابهم او التدخل في اختياراتهم، وبيطالب جميع الانديه بالبعد عن افتعال المشاكل او اثاره الجماهير. رغم بيان اتحاد الكوره ودعمه لجنه الحكام وجمال غندور، الا ان الضغوطات والانتقادات اللي حصلت من الانديه خلت اقاله جمال غندور مساله وقت، وفعلا بيتم اقالته وبيتعين بداله رضا البلتاجي. ومن هنا الموضوع بدا ياخد مسار تاني اسوأ من الاول. المشاكل بدات تخرج بره اطار الكوره والرياضه لمشاكل شخصيه. تعيين البلتاجي في الاول كان تمام بالنسبه للانديه، راجل ما عندوش مشاكل مع حد، قبل المهمه في وقت صعب، لكن مع بدايه المباريات بيتغير الكلام ده كله وبيحصل نفس القصه، ضغط وتهديدات، ومرتضى منصور بيوصفه انه ضعيف وما يصلحش انه يكون رئيس لجنه الحكام. وده خلى البلتاجي بعدها يهدد بالاستقاله ويستغرب ان اتحاد الكوره ما دفعش عنه واستكمل الهجوم اللي بيتعرضه. والتهديدات دي كانت بتوصل كمان للذمه الماليه لبعض الحكام، لدرجه ان في شيكات مزوره بدات تظهر على السوشيال ميديا لمحاوله الضغط على اللجنه لاستبعاد حكام معينه. والموضوع كان اخر تهريج واستمر من غير رد واضح من اي مسؤول في اتحاد الكوره. طب يا اتحاد انفي، طب يا اتحاد اكد، لكن لا حياه لمن تنادي. جمال غندور رئيس لجنه الحكام السابق قال ان قبول اتحاد الكوره لاستقاله البلتاجي هتكون اخر مسمار في نحش التحكيم المصري. طب ايه اللي خلاه يقول كده؟ لان هيبقى سهل بعد كده على اي حد يهدد لجنه الحكام ويستقيل بعدها، ومن قبل حتى ما يبدا يشتغل. وفعلا ده اللي حصل. بعدها بايام بيعلن رضا البلتاجي استقالته كرئيس لجنه الحكام بعد اقل من شهرين من تعيينه، وقال ان الضغوطات وهجوم مرتضى منصور عليه وعدم شعوره بقدرته على حمايه الحكام كانت ورا الاستقاله دي، وانه استغرب موقف اتحاد الكوره. الاهلي بيستغل الحاله دي وبيطلب التحقيق في استقاله البلتاجي، وانه بيرفض التهديدات والاتهامات الغير صحيحه، وان ده ممكن يؤثر على عداله التحكيم واستكمال الدوري، وبيهدد هو كمان. عايز اقول لك ان واقع تسريب المكالمات وماسوره الاستقالات اللي اتفتحت علينا مره واحده ده يا دوبك بدايه الحكايه، وان لسه التقيل جاي ورا. بعد تعيين عصام عبد الفتاح كرئيس لجنه الحكام الموضوع ما اختلفش كتير، لان المناخ الكروي في مصر اصبح غير قادر على حمايه نفسه. تهديدات بالانسحاب وعدم استكمال الدوري من بعض الانديه بشكل متكرر ومبالغ فيه، اتهامات وادعاءات بدون دليل بتوصل في اوقات كتير لتجاوزات، ده غير الاخطاء والمستوى المتدني للحكام، ومع عدم قدره المنظومه على حمايه نفسها وحل الازمات. كل ده هيؤدي للاخطاء الكارثيه اللي انت هتشوفها معايا في الموسم اللي اتكلمنا عليه في البدايه، موسم 2017. وهيظهر السؤال اللي انا لسه ما جاوبتكش عليه وانت مستنيه من بدايه الحلقه، ايه اللي خلى جهاد جريشه ما يحسبش ضربه الجزاء للزمالك ضد المقصه، مع ان الكوره مش محتاجه حاجه واضحه للاعمى؟ لو جينا نحلل ليه بالظبط جهاد جريشه ما حسبش لمسه اليد، هنلاقي ان تمركزه كان خاطئ بشكل كبير من اول بدايه لعب الكوره، وزاويه الرؤيه مش واضحه، وان فعلا اللاعب اللي قدامه حجب الرؤيه عنه، سواء هو او حكم الرؤيه اللي كان صعب يشوفها من هنا. وكمان مع سرعه الكوره خلت حتى مدرب الزمالك محمد حلمي ما يعرفش لعيبه الزمالك بتعترض على ايه. محدش في الملعب كان عارف ايه اللي بيحصل بالظبط غير لعيبه الزمالك اللي قريبه من الكوره، لان مش عارف اللي حصل. انت عارف انت اصعب حاجه في الملعب تبقى انت مش عارف اللي بيحصل. وحتى اللي بيعترض انا بسال زمايلي ما بيعترضوا ليه. ده يقول لك ان الاخطاء مهما كانت كبيره ممكن تدل على سوء مستوى الحكام، وان ساعات عدم التركيز والتمركز الغلط بيعمل اكتر من كده. واللي اكد لك ده ان في نفس الموسم حصل لقطه من الغرائب ويمكن في التاريخ. محمد عواد حارس الاسماعيلي في مباراه النصر للتعدين بيصد انفراد من لاعب النصر من خارج منطقه الجزاء بمسافه كبيره وواضحه لاي حد، لكن الغريب ان محدش في الملعب كله لاحظ اللقطه دي. 22 لاعب غير الحكم والجماهير والاجهزه الفنيه حتى المعلق محدش فيهم لاحظ الكوره. سيبه جهاز الطب ينزل له، كان ممكن يحطها بشكل افضل من كده. يعني اعتقد خروج خاطئ من محمد عواد. وفي نفس الموسم الحكم كامل محمد بسبب برضه التمركز الخطأ بيسجل هدف لصالح انبي في مباراة اسوان. انت سمعت صح، بيسجل هدف. والتصويبه لكن فدائيه، وايمانويل ايجيبتور عايزه تخش بلاعبي اسوان اكتر من مره وتروح له ضعيفه وتغير اتجاهها. 3 اخطاء غريبه في موسم واحد تقول لك ان في مشكله حقيقيه في مستوى الحكام. كمان الموضوع ممكن يوصل معاك انك ما تعرفش تقيم الحاله. يعني بص كده اللقطه دي اللي بتكلم عليه هاني، عرضيه خطيره، اول جول
العمله وهنشوف ابراهيم نور الدين يدي ركله جزاء. ابراهيم نور الدين في ماتش الاهلي والمقصه بيحسب ضربه جزاء للاهلي بعد ما الكره جت في ايد محمود وحيد مدافع المقصه. اللقطه دي لحد دلوقتي محدش عارف يقيم القرار اللي اتاخد فيها صح ولا غلط، لان مفيش كاميرات ولا زاويه تصوير محدده الكوره بشكل واضح. كابتن ابراهيم حضرتك بتقول ان اللاعب اعترف صح؟ اعترف بايه؟ انها جت في ايده. طب هو لمس الايد تعتبر ضربه جزاء؟ والله يا كابتن خالد انا على ما اعتقد ان انت كنت لعيب كوره كويس، لكن على ما اعتقد ان انت ما بتفهمش في نصوص التحكيم، وانا كلمتك قبل كده شرحت لك في التليفون شخصيا بصداقه مني عشان انت بتتكلم في التحكيم اكتر من لازم. لا انا بفهم كويس قوي يا كابتن جدا، وبفهم احسن منك كمان. القصه كانت عبثيه وغير منطقيه لدرجه خلت كابتن مدحت شلبي يحاول يجيب محمود وحيد ويحلفه على الهوا عشان يتاكد من الكوره. هي جت في ايدك يا محمود يا وحيد ولا لا؟ من فضلك قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. الكوره جت في ايدك ولا ما جاتش في ايدك؟ يعني احنا قدام مستوى حكام ضعيف وامكانيات واخراج وتصوير زي الزفت، ومسؤولين عن كل ده بينهم خلافات شخصيه وفضايح على الهوا. يعني بعد غلطه جهاد جريشه في مباراه المقصه والزمالك حد من لجنه الحكام بعت الحاله دي لمسؤول الحكام في الفيفا عشان يمنعه من لعب كاس العالم 2018، وهو الحكم الوحيد المصري اللي كان مرشح في الوقت ده. الاصعب في الماتش ده لما تتبعت اللقطه دي من مسؤول في مصر او حد من مصر لكولينا لا بوساكن زي ما كده علشان يسوق موقفك بالظبط. الكلام ده كله بيخلي اي رئيس لجنه الحكام بيتعين لازم يكون حواليه خصومات هدفهم بس تصدير المشاكل، وان فكره استقالته بتبقى مجرد مساله وقت، لان مع بدايه تعيينك كرئيس لجنه الحكام لازم تبقى تبع مجموعه من الناس على حساب ناس تانية، مش هينفع تبقى على مسافه واحده من الجميع والا مش تنجح من الاساس. لازم تضمن ان في ناس هتدافع عنك لكن في نفس الوقت هتلاقي ناس هتفضل تهاجمك، وده بيوضح لك سبب تغيير 5 رؤساء لجنه الحكام في خلال سنتين، وبيوضح لك كمان كم الاخطاء اللي حصلت في الموسم اللي اتكلمنا عليه وتاثيره كان عامل ازاي على مستوى الحكام والتحكيم. ولكن عشان تعرف تقيم الامور بمنظورها الصح فلازم في البدايه تفرق بين الخطا البشري وبين توجيه الماتش، ومين اللي في ايده يعمل كل ده. اصل احتمال الحكم ما شافهاش، اصل الحكم هنا خطا بشري. لا مش خطا بشري، خطأ باشا لما كنت اتعميت مش شايف، ده انت قدام الكوره. في مصطلح معروف في اوروبا اسمه ماتش فيكسنج او تظبيط الماتش، يعني حكم واخد قرار مسبق زي انه يعطل فريق معين او يدي امتيازات لفريق على حساب التاني. حتى التلاعب في تعيينات الحكام، مين يحكم لمين وامتى وفي اي مرحله حساسه في البطوله، كل ده نفس الفكره، وده حصل في قضايا كتير زي فضيحه الكلاتشيوبولي في الدوري الايطالي وازاي ده كان ليه تاثير في مصير البطولات، وفضيحه التلاعب في النتائج وتعيين حكام بعينها لفرق معينه. والمكالمه المسربه اللي انت سمعتها في الاول المفروض كان يتحقق فيها، لان صحيح ما كانش فيه توجيه لفريق معين، لكن ما ينفعش الانديه الكبيره تكون اقوى من اتحاد الكوره ولجنه الحكام، ما ينفعش قاضي الملعب يكون ضعيف بالشكل ده. طب ايه هو دور لجنه الحكام؟ لجنه الحكام مش دورها بس تعيين الحكام في المباريات، دورها كمان تقييم اداء الحكام زي التمركز والقرارات اللي بياخدها في الملعب والمستوى البدني بتاعه، وكمان قدرته على اداره الماتش واللعيبه، وكل ده بيتم عن طريق مراقب المباراه بيكتب تقرير مفصل لكل ماتش عشان لجنه الحكام تقدر بعد كده تصنف الحكام وتعرف امتى الحكم ده يحكم وايه المباريات المناسبه لكل حكم، وتعرف ايه الاخطاء اللي حصلت وتحاول تحد منها. كمان مسؤول عن تدريب وتطوير الحكام زي تنظيم المعسكرات وشرح تعديلات القوانين الجديده. طبعا ده كله مع توفير حمايه لحقوق الحكام من اي هجوم، كل ده عشان يحافظ على نزاهه التحكيم ويضمن تطبيق اللوائح وعداله للجميع. شايف اللي انا قلته ده كله ملوش اي علاقه بلجنه الحكام بتاعتنا. لجنه الحكام بتاعتنا دورها يتلخص بس في جمله واحده: اعدي بالماتش والدوري لبر الامان. يعني ايه؟ يعني مش مشكله مين اخد حقوقه ومين ظلم ومين اتظلم، ده مش مهم، مش مشكله تطوير الحكام ولا ايه اللي هيحصل بعد كده، اهم حاجه ان الدوري يكمل ويخلص وبعد كده كله هيتراضى. وده كان سبب للاخطاء الغير منطقيه للحكام اللي شفناها من شويه، اخطاء ما يقعش فيها حكام درجه ثانيه مش حكام دوري ممتاز وحكام دوليه، لان الحكم ما بقاش مطالب بس باداره المباراه، بقى كمان مطالب باداره الاجواء الخارجيه حسب ظروف كل فريق. ومع بدايه موسم 2018 الموضوع اتحول من مجرد تدريب بالانسحاب لبيانات واختبارات رسميه بالانديه لاتحاد الكوره، كل نادي عايز يختار مين اللي يحكم له ومين ما يحكملهوش. الزمالك بيعمل بيان انه مش هيكمل الدوري لو تم الاستعانه بحكام معينه، والاهلي بيهدد بالانسحاب لو ما حصلش تحقيق مع الحكم الفلاني. حتى بيراميدز كان بدا يظهر في الصوره بشكل اكبر وهدد بالانسحاب لو ما تمش الاستعانه بحكام اجانب، لان في الوقت ده الحكام الاجانب كان مقتصر وجودهم بس في مباريات القمه بين الاهلي والزمالك، وباقي المباريات كانت بشكل اساسي للتحكيم المصري. لكن بيراميدز بيبدا يخش على الخط ويطلب حكام اجانب لماتشاته. احنا مش اقل من الاهلي والزمالك وفين مبدا تكافؤ الفرص. وفعلا عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في الوقت ده رفع الموضوع للجبليه في اتحاد الكوره، ووافقوا فعلا ان اي فريق يكون ليه الحق بالاستعانه بحكام اجانب، لكن بشرط موافقه اتحاد الكوره وان اي طلب يتم قبل 15 يوم على الاقل من ميعاد المباراه مع تحمل النادي تكليف الحكم. الجزئيه دي على قد ما تبان منطقيه الا انها سحبت البساط اكتر من التحكيم المصري، وكانت
بتقول اننا ممكن نشوف دوري مصري ولكن بتحكيم اجنبي، لانك كده فتحت الباب لكل الانديه. والموضوع وصل لدرجه ان انديه زي وادي دجله وسموحه وبتروجيت بقوا بيطالبوا بتعيين حكام اجانب لماتشاتهم. وفعلا الموسم ده واللي بعديه كانوا اكتر موسمين تم الاستعانه فيهم بحكام اجانب، ده غير لغوصه المواعيد والتاجيلات المفاجاه وتغيير حكام المباريات. يعني اتحاد الكوره جاي كحالها عماها. ولما الموضوع بدا يفلت من ايديهم وبقى الموضوع صعب، بداوا يحطوا شروط صعبه اكتر، زودوا تسعيره الحكام وان الاستعانه هتكون لحكام الصف في اوروبا مش اي حكم اجنبي، وده خلى الانديه تحارب الغلاء بالاستغناء وعالج الموضوع. لكن الفكره كانت خلاص، الثقه بين الانديه والحكم المصري بقت مش موجوده، وهنا بيظهر ملف جديد. في الوقت ده الاصوات كلها كانت بتطالب بدخول تقنيه الفار، وان حل مشكله العداله والنزاهه التحكيميه هتكون بتطبيقه في الدوري المصري، وعلى الاقل لو مش هتجيبوا لنا حكام اجانب يحكموا لنا الماتشات بتاعتنا هاتوا لنا الفار. تقنيه الفار كانت بقى لها فتره بيتم استخدامها والاستعانه بيها في بعض الدوريات الاوروبيه، وتم اعتمادها رسميا من الفيفا في كاس العالم روسيا 2018. ولكن كان في محاولات من اتحاد الكوره انهم يعملوا حاجه بديله للفار وتفيدهم في الحالات الجدليه. مش انتوا عايزين فار؟ هنعمل لكم فار. لكن المنظر كان هزلي لدرجه مهينه، ويوضح لك فكر الناس كان عامل ازاي. ادي الحكم الفيديو النهارده احمد الغندور قاعد قدامه يا عيني شاشه 14 بوصه، يعني رؤيه الحكم في الملعب افضل. وادي محمد الحنفي قاعد قدامه تلفزيون برضه 14 بوصه، كانوا لسه هيركبوا الاريال عشان الارسال يجي. وادي يا عيني المايك اللي بيتعامل من خلاله، وادي كمان قال لك اطلع الموبايل كمان. يعني امر فقير اشد درجات الفقر، فقر مدقع يا جماعه. احنا مش كده عشان يبقى شكلنا قدام العالم كده. هل ده مقبول يا جماعه؟ هل ده مقبول يا جماعه؟ لسه هظبط المونيتور واحطه على ترابيزه بالشكل ده ومونيتور بالشكل ده اللي الحكم اللي في الملعب هيرجع له. عايز اقول لك ان في الفتره دي حصل نفس الخلافات ونفس المشاكل اللي حصلت قبل كده، وجم من الانديه بسبب عدم دخول تقنيه الفار للدوري المصري، عدم رد من اتحاد الكوره على طلبات الانديه، استقالات رؤساء لجنه الحكام عشان يتفادوا الهجوم اللي عليهم، لدرجه ان بعد تعيين سمير عثمان بعد استقاله عصام عبد الفتاح ما كملش شهر واستقال هو كمان. ومن ساعتها بدانا نشوف نفس الاسماء بتتكرر من غير اي جديد، زي كمان الغندور اللي تم الاستعانه بيه كرئيس لجنه الحكام للمره الثانيه بعد اعاده هيكله اللجان، مع اسناد ليه ملف ادخال تقنيه الفار للدوري المصري. ومع طلبات الانديه والجماهير اللي بقوا كل ماتش بينادوا بدخول الفار على امل ان هو يكون الحل، اتحاد الكوره في مارس 2020 بيعلن بشكل رسمي التعاقد مع شركه اسبانيه للاستعانه بتقنيه الفار مع بدايه الدور الثاني في الدوري المصري. مش الفار ده بيحقق العدل؟ انا بحب العدل. والقرار طبعا كالعاده كان غير مدروس. ليه؟ لان هل انت مهيئ لاستخدام الفار؟ هل عندك كاميرات كافيه وتقنيات حديثه تغطي كل الماتشات في كل الملاعب؟ هل عندك حكام مدربين واخدين رخصه ويقدروا يستخدموا الفار؟ طبعا كل ده لا، وده خلى بدايه استخدام تقنيه الفار كانت بدايه كارثيه، والموضوع اتحول عبء اكبر على الحكام ورتم الدوري، وصلت لدرجه ان السماعات اللي بيتوصل بيها حكم الساحه مع حكم الفيديو بتكون مش شغاله. وانا بلعب الماتش بتاع المقاولين وطلائع الجيش والناس قالت الحكام بتاخد وقت مراجعه الفار، مش هي دي المشكله يا كابتن شوبير. المشكله اللي الكابتن محمود ناصر فوق مش سامعني وانا مش سامعه. حكم الفار مش سامعني ولا هو سامعني ولا انا سامعه. السماعات مش شغاله يعني؟ السماعات تالفه يا كابتن شوبير. تالفه؟ ده من قبل اللقاء ولا وسط اللقاء؟ لا يا كابتن من السنه اللي فاتت. كمان كان في مشاكل كتير بين اتحاد الكوره وجمال غندور، ومنها تاخير مرتبات الحكام. حكم الساحه في الوقت ده كان بيقبض حسب اللائحه القديمه 3000 جنيه، لكن اللجنه المؤقته في اتحاد الكوره عملت لائحه جديده وخلتها 5000 جنيه وتم اعتمادها. لكن مجلس عمرو الجنايني لما تم تعيينه مكان اللجنه المؤقته قال احنا هنشتغل على اللائحه القديمه وما بعترفش باللائحه الجديده. ليه كده يا اتحاد الكوره؟ قال لك الميزانيه لا تسمح وما نقدرش نتحمل تكليف المرتبات الجديده، عشان جمال غندور يقرر تقديم استقالته بعد الخلافات مع اتحاد الكوره. المشكله ان بعد استقالته من لجنه الحكام اتحاد الكوره اعتمد مرتبات الحكام حسب اللائحه الجديده. طب ما كان من الاول تقدر تقول كده ان المجلس الجديد ما كانش على وفاق مع جمال غندور وكان بيحاول يصدر له ازمات. وفي الفتره دي بنرجع نشوف وجيه احمد رئيس لجنه الحكام مره ثانيه بعد استقاله جمال غندور. وفتره وجيه احمد اللي هحكي لك عليها دلوقتي تتلخص في تعليل عظيم كابتن محمود بكر. في بلاعه مفتوحه والحمد لله وجيه احمد نزل في البلاعه. مشاكل واخطاء الحكام بتزيد اكتر وخصوصا مع تواجد الفار، لان ده خلى الحكام الغير مدربين واللي بيستخدموا امكانيات غير حديثه واجهزه مستعمله وفي اجواء متوتره بالشكل ده ياخدوا وقت كتير جدا في كل لقطه مهما كانت سهله. الكلام ده زود الانتقادات اكتر من الاول، لان بالنسبه للانديه والجماهير الحكام دول معاهم امكانيات ومتوفر لهم كل السبل، فاي غلطه بعد كده اكيد العيب هيكون في الحكم. لكن زي ما الحكام بيغلطوا اخطاء صعبه وبيطلعوا مسرح، لازم الاول توفر لهم مناخ وتدريب وامكانيات مناسبه عشان تعرف تحاسبهم. ما ينفعش نسيب الحمار ونشطر على البردعه. اتحاد الكوره بعد كده بيواجه مشاكل ماليه مع الشركه الاسبانيه المسؤوله عن تنفيذ تقنيه الفار في الدوري المصري. الخلاف ده زي ما اعلنت اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكوره انه صحيح مش هيمنع استخدام تقنيه الفار، لكن ده على لسان وجيه احمد انه عطل ومنع تنظيم دورات جديده لحكام كتير عشان يقدروا ياخدوا رخصه الفار، وانه اللي كان مسموح ليهم بتحكيم المباريات حوالي 21 حكم بس، واللي المفروض هيديروا المباريات دي كلها، وده رقم قليل جدا. وخليني هنا اشرح لك بروتوكول الفيفا لاستخدام تقنيه الفار. الفيفا بيلزم تواجد حكم فيديو رئيسي لتقييم الحالات الرئيسيه في الملعب مع تواجد حكم فيديو مساعد
مساعد على الاي فار، والحكم ده لازم يكون حكم رايه عشان يقدر يكون اسرع وادق في حالات التسلل من حكم الفيديو اللي هو في الاصل حكم ساحه. لكن ما كانش موجود عندنا غير حكم الرايه محمود ابو الرجال، هو الوحيد اللي معاه رخصه الاي فار كحكم فيديو مساعد. لجنه الحكام حاولوا يلاقوا حل للازمه دي عشان يقدروا يلعبوا اكبر عدد مباريات في الدوري بتقنيه الفار، اضطروا يستخدموا حكام ساحه معاهم رخصه الفار في دور الاي فار. يعني عادي كنت تلاقي حكم ساحه قاعد مساعد لحكم ساحه تاني داخل غرفه الفار، وده كان مسموح بيه يا عم شرنوبي، ده كان مسموح بيه كحل بشكل مؤقت لان حكم الساحه معاه رخصه فار بشكل كامل، فمن حقه قانونا ان هو يقعد كمساعد في غرفه الفار. المشاكل دي كلها حطت الحكام في ضغط اكبر، لان حتى بعد حل المشاكل دي وبدا مجموعه من الحكام يكملوا دوراتهم كان لسه موجود مشاكل تقنيه واعطال بشكل كبير. عقبال بقى ما السماعه تشتغل وحكم الفيديو يطلب من التقني يعمل زوم ويستحمل البكسله او يرسم خط التسلل على برنامج الرسام اللي بيرسموا عليه، ده خلى حكام الفار ياخدوا وقت اكبر في تقييم الحالات، وده هيودينا لمشكله اكبر، الاخراج واعاده الحالات. المخرج محمد نصر حكى في مره ان وجيه احمد كان بيحاول يريح دماغه من هجوم الجماهير لو حصل اخطاء من الحكام، وكان بيطلب منهم عدم اعاده الحالات اللي الحكم ما بيحسبهاش او ما تمش العوده فيها لتقنيه الفار. في عصر الكابتن وجيه احمد اتقال لنا بالنص لو لعبه ما حسبهاش الحكم وما رجعهاش الفار حتى لو ما تعيدهاش، هذه كانت ازمه مصيبه سوداء. عايز اوضح لك معلومه ما يعرفهاش ناس كتير، مخرج المباراه ملوش علاقه باعادات الفار، دي حاجه ودي حاجه، لان غرفه الفار بيتواجد فيها فني او تقني مخصوص ومسؤول عن تنفيذ طلبات حكام الفيديو داخل غرفه الفار، فحكم الفار بيبقى شايف كل زوايا الحاله وعنده كامل الحريه في اختيار اي زاويه مناسبه اكتر، والمخرج مسؤول بس عن الاعادات الخارجيه بالتنسيق مع حكم الفيديو بعيدا عن اعادات الفار، فانت غالبا بتواجه شتيمه غلط. عايز اقول لك ان المشاكل والفضايح ما كانش بتخلص. سمير عثمان حكى في مداخله مع ابراهيم فايق على واقعه اتكررت اكتر من مره من فنيين غرفه الفار. الشاشه قطعت، شاشه الفار شاشه اقدم منه، راح كلم حكم المباراه قال له خلي بالك انا مش شايف، قال له يعني ايه؟ قال له الشاشه قطعت. مفيش 4 دقائق 3 دقائق كلموا المخرج معلش راح الشاشه رجعت تاني. اللي انا هقوله لك ده بس ما تضحكش عشان احنا على الهوا. ماشي. بعض الفنيين بيعملوا كتل على الشاي، شدوا الفيشه قطعت الكهرباء اللي فوق. ده دوري ممتاز، انا بلعب في دوري ممتاز يا ابراهيم. الحكايات دي كلها حرقت التحكيم المصري والادارات المصريه لجنه الحكام، وكل ما الوقت بيعدي كانت المشاكل والفضايح بتزيد بشكل كبير بين الانديه والجماهير من ناحيه وبين لجنه الحكام واتحاد الكوره من ناحيه ثانيه. وزي ما تم الاستعانه بحكام اجانب لاداره المباريات الكبيره لمحاوله الابتعاد عن مشاكل ازمه الثقه، بدا نفس الكلام يحصل مع لجنه الحكام. بعد ما شفنا الاوان المشحونه والاعتراضات والاتهامات وتهديد بعض الانديه بالانسحاب من الدوري، والفار اللي بدل ما يحل المشكله زود الازمه اكتر، عشان كده اتحاد الكوره كان لازم يلاقي حل للمشكله دي، والحل دايما كان في الخواجه اللي ما يعرفش اهلي ولا زمالك وهيجي بس عشان يطبق القانون ويطور منظومه التحكيم. الجمله اللي بنسمعها من اي مسؤول بيحاول يداري بيها فشله وفشل المنظومه في اي حاجه. فشلنا في الكوره ومع المنتخب، هات مدرب اجنبي. فشلنا في اداره الازمات ومنظومه التحكيم، هات خبير اجنبي. وكأن الاجنبي هيقدر بعصايه سحريه يحول منظومه كامله من فشل لنجاح بدون اي تعديل ولا تطوير واضح في شكل المنظومه، وده انا كنت اتكلمت عنه في حلقه منتخب مصر وعوده الخواجه. طب هتعمل ايه يا اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره قال لك احنا هنجيب خبير اجنبي يكون رئيس لجنه الحكام ويكون مسؤول عن تطوير الحكام المصريين. والجمله اللي انا لسه قايلها من شويه لوحدها محل خلاف وكافيه لاثاره المشاكل. فهل انت جايب خبير اجنبي لتطوير مستوى الحكام بدون تدخل فني او اداري منه، ولا هتديله صلاحيات رئيس لجنه الحكام بشكل كامل؟ لكن كالعاده محدش بيجاوب، وعشان كده هيحصل اللي انا هقوله لك دلوقتي. بعد المشاورات والمؤتمرات والبدل والجرافتات وعلى الاختيار على الانجليزي مارك جلاتنبرج، سيفي قوي وراجل ادار مباريات كبيره في بطولات اوروبيه كتير، والحقيقه الراجل كان باين من بدايه وجوده انه عايز يعمل حاجه، ومع بدايه تعيينه قال لك تطبيقا لمبدا الشفافيه وتحقيق العداله بين الانديه انه هيعمل تحليل للحالات الجدليه في كل بطولات، وهينشر المحادثات اللي بتتم داخل غرفه تقنيه الفار مع نهايه كل جوله. ورغم ان الموضوع كان عادي منتشر في دوريات اوروبيه كتير وبقاله كذا سنه، لكن الموضوع كان جديد بالنسبه لنا، والراجل فعلا بدا يحلل الحالات الجدليه وينشر المحادثات اللي بتتم بين حكام الساحه وحكام الفار. لو انت محتاج تيجي تشوف عشان في تشوف تدخل ولا لا اطلع. انا شايف الهدف سليم. لو انت محتاج تطلع تشوف تدخل ولا لا تمام. يعني سليم صباحي صح؟ انا شايفه سليم. رغم ان الموضوع خلق حاله من الجدل بين مؤيد ومعارض لفكره نشر الحالات لدرجه خلت اتحاد الكوره يقفل الكومنتات، لكن كانت تجربه جديده وتستحق انها تكمل، خاصه ان الاول مره هتبقى متاكد ان الموضوع بعيد عن فكره المجامله، وان الخطا اللي هيحصل ما هو الا ضعف فني. ولكن ده ما كانش عاجب حكام ومسؤولين كتير، وخلق حاله من الانقسام داخل اللجنه واتحاد الكوره، وده خلى الخلافات والمشاكل كانت اسرع من المتوقع. خلافات على اسماء اعضاء لجنه الحكام المعاونه لجلاتنبرج، من ضمنها وجود توفيق السيد في اللجنه اللي المفروض يتحط كمسؤول عن تعيينات الحكام، رغم ان اتحاد الكوره كان رافض فكره وجود جلاتنبرج كمستشار فني بس، واتفقوا معاه على رئاسه وقياده لجنه الحكام، وده معناه ان القرار الاول والاخير هيكون ليه، لكن ده ما حصلش. جلاتنبرج بيتفاجئ بتغييرات في تعيينات الحكام من غير الرجوع ليه، ومحاولات لابعاده عن اختيار الحكام، ومشاكل كالعاده في مستحقات الحكام والمعسكرات والتدريبات، وهجوم بعض الحكام الكبار واتهاموا بيانات الحكام المصريين، واللي جاب النهايه هجوم مرتضى منصور عليه واتهامه ان هو عجل واتركن، لدرجه ان الموضوع وصل للBBC واتفضحنا في الاعلام الانجليزي. اتحاد الكوره طلع قال ان جلاتنبرج خرج من جروب الواتساب للجنه الحكام
الحكام، وان راجل توكسيك وسافر من غير ما يقول لحد ومحدش كان يعرف هو فين، عشان جلاتنبرج يستقيل من لجنه الحكام بعد اقل من 6 شهور، ويطلع يكذب اتحاد الكوره ويقول ان كان في تعمد لابعاده عن اختيارات الحكام، وكمان ما كانش في بند يمنع سفره او الزامه بالتواجد في مصر، ده غير المشاكل في الحصول على مستحقاته الماليه، وان اتحاد الكوره ما دفعش عنه بعد اتهامات مرتضى منصور ليه، وده اللي سبب له مشاكل وتخوف من استمراره في لجنه الحكام. الحقيقه جلاتنبرج قال كمان ان تعيينات الحكام بالذات بتكون بالمجامله والعلاقات الشخصيه، وان عدد الحكام المصريين كتير جدا على عدد المباريات، وده بيخلي حكام كتير تطلب عدد مباريات اكتر من المعتاد، ده غير معايير الاختيار اللي كانت غير ثابته وبتتغير حسب المزاج. وخليني هنا اعرفك حاجه عن العقليه المصريه بشكل عام، احنا ممكن ننبهر بالخواجه حتى لو امكانياته اقل مننا، بس ده من بره بس، لكن اول ما ينزل على ارض الواقع صعب اديله حريه بشكل كامل، صعب اخليه يسوق. طب انت جايبه ليه؟ ده هو جاي عشان تستفيد من خبراته، لكن اللي بيحصل تدخلات وصراعات غير منطقيه بتخلي اللي في الصوره الخبير الاجنبي لكن من نظام مصري، ودي اغبى حاجه ممكن تعملها اي مؤسسه بتستعين بخبرات اجنبيه، وده اللي هيوضح لك بعد كده. بعد استقالة جلاتنبرج والاستعانة بلجنة مؤقتة لرئاسة لجنة الحكام، اتحاد الكورة بيعلن تعيين البرتغالي بريرا كرئيس لجنة الحكام. بريرا أول لما جه حاول يحط نظام ثابت عشان يقدر يقيم الحكام، وقال أنا عامل نظام تصنيف لكل الحكام عشان يضمن عدالة للجميع، خاصة القائمة الدولية اللي بيحصل عليها مشاكل كتير كل موسم، بس الكلام ده معناه إن هيدخل في مشاكل كتير مع الحكام الكبار. طب إيه اللي زعلهم؟ هقول لك. بداية الأزمة كانت مع عودة الحكام السبعة اللي مشاركين في أفريقيا 2023 بكوتيفوار، وأثناء تكريمهم من اتحاد الكورة ووزير الشباب والرياضة بعد تألقهم في كأس الأمم، اشتكوا من بريرا وطريقة تعامله معاهم مع الحكام الكبار، وانهم ما بقوش يظهروا في مباريات كتيره زي المواسم اللي فاتت. وكان اللي بيتكلم باسم الحكام الحكم الدولي محمود عاشور، اللي طلع في لقاء بعد عودتهم من البطوله وهاجم فيه بريرا وانه بياخد مرتبه من غير اي شغل، وانه ما بيحترمش الحكام المصريين وما عندهمش اي كرامه في مصر. يا كابتن هاني انا لاعب 13 مباراه في افريقيا، لاعب 11 في كاس الامم و2 ولاعب في مصر ماتشين. مظبوط. دي سياسه؟ هو ده تطوير؟ جاي اتكلمنا عن تطوير وجايب لي اجنبي وتقول لي تطوير؟ تطوير مين؟ لو سمحت انا بتكلم اراجعوا انتوا ان شاء الله، حتى تدوا له مكافاه ان شاء الله تقعدوه 3 سنين، راجعوا اللي بيتعمل. وده خلى بريرا مش مصدق اللي هو بيسمعه، خاصه ان هو كان عامل لهم مجموعه واتساب بين الحكام واعضاء اللجنه عشان يدوهم نصايح ويقدروا يتالقوا اكتر ويعالجوا الاخطاء، وكل ده كان في سريه تامه، ده غير التصريحات الايجابيه اللي كان بيقولها عنهم اثناء البطوله وانهم حكام على اعلى مستوى. طب ليه هم بيقولوا كده؟ لان التصنيف اللي عمله بريرا للحكام ده معناه ان هو هيساوي بين الحكام وبعضيها، وده اللي مش يرضي كل الحكام، خاصه الحكام الكبار اللي بيستحوذوا على النسبه الاكبر في عدد المباريات، وده هيقلل عدد مبارياتهم اللي متعودين ياخدوها كل موسم. والهجوم ده كان محاوله منهم لاعاده المكاسب القديمه، وانهم يرجعوا تاني يديروا من 18 ل 22 مباراه في الموسم الواحد ويسيبوا باقي المباريات لباقي الحكام، وده اللي كان بيحسس باقي الحكام بظلم كبير. وده يفسر لك برضه حاله الرضا الكامله لباقي الحكام عن نظام التصنيف اللي عمله بريرا، اللي بيضمن عداله للجميع في توزيع المباريات عشان يقدر يكون حكام كوادر في المستقبل، ويقدر يعتمد على تقارير واضحه مع نهايه كل موسم يقدر من خلالها يقيم الحكام خاصه في قائمه دوليه. لكن ده حط بريرا في مشاكل كتير مع كذا طرف، من ناحيه الحكام الكبار اللي ما بقوش ياخدوا نفس عدد المباريات، ومن ناحيه ثانيه الرؤساء السابقين لجنه الحكام اللي تقريبا لاول مره يتحدوا على حاجه بالشكل ده. طبعا ده كله بيخلي بريرا يعني استقالته من لجنه الحكام بعد الانقسام اللي حصل في اتحاد الكوره على استمراره، ونفس اللي قاله جلاتنبرج بعد استقالته قاله بريرا بالنص. توصيات ومجاملات، تدخلات في اختيارات الحكام خاصه من اعضاء اتحاد الكوره، تاخير في المستحقات، وخوف وقلق من الانديه الكبيره وجماهيرها. وهنا انا عايز اقول لك على سر محدش يعرفه، وبصراحه انا شايله للناس اللي مكمله لحد دلوقتي واللي اكيد عملوا لايك وسبسكرايب. انت مش ملاحظ حاجه؟ ليه كل شويه بقول لك لجنه الحكام واتحاد الكوره؟ ليه لازم اذكرهم مع بعض؟ وهل ده شيء طبيعي ولا وراه قصه كبيره؟ لجنه الحكام هي الكنز الاكبر بالنسبه لاتحاد الكوره طول ما هي تحت سيطرتها، لان في اغلب الدوريات الاوروبيه لجنه الحكام بتبقى يا اما منفصله تماما كشركه او منظومه مستقله عن اتحاد الكوره، او على الاقل عندها استقلاليه اداريه وفنيه بشكل كبير. يعني في الدوري الانجليزي في هيئه للحكام المحترفين بشكل منفصل، مؤسسه مستقله وغير ربحيه عشان تضمن عدم تضارب المصالح بين الاعضاء في تعيين الحكام، ويضمن شفافيه ونزاهه، ويقدر يحاسب اي حد من غير وصايه. ومن ضمن المبادرات اللي بيعملوها انهم يعترفوا بالاخطاء اللي بتحصل وينشروا المحادثات اللي بتتم بين حكام تقنيه الفار، والهدف من الكلام ده زياده الشفافيه وتثقيف الجماهير عشان يبقى عندهم فهم اكتر للقرارات اللي بتتاخد. لكن ده لما اتجرب عندنا في مصر من الانجليزي جلاتنبرج وحاول ينفذ نفس الفكره، حصل تدخلات من اعضاء اتحاد الكوره عشان يمنعوا استمرارها، ودي الوصايه اللي بقول لك عليها. اتحاد الكوره بيستخدم كارت الحكام ككارت قوي للضغط على الانديه عشان يبقى الموضوع سيب وانا سيب، ولو الانديه عندها سلاح الجماهير فاتحاد الكوره عنده سلاح الحكام. ده غير اعضاء اتحاد الكوره اللي بينهم وبين بعض الحكام مصالح مشتركه، انت توصي عليا اتحاد الكوره عشان اقدر العب ماتشات اكتر، قصاد كده الحكم بعلاقاته مع زمايله هيقدر يعمل شعبيه للعضو ده يقدر من خلالها يستفيد بعد كده من عدد الحكام الكبير في الانتخابات. فانت لازم عشان تنجح في هذه المنظومه تراضي الكل وتهدي عشان تعدي، لكن شغلا هطول وعداله وشفافيه مش هيكون عندنا، وده بيخلي كل الانديه عندها ازمه ثقه في كل حاجه. وبعد تجربه الخبراء الاجانب الغير ناجحه كان في محاولات لعوده الكرسي تاني للجنه المصريه بشكل كامل، سواء بشكل مؤقت او تعيين كامل، لكن كلها كانت محاولات بائسه، سواء باقاله ياسر عبد الرؤوف بعد شهر من
تعيينه، او فضيحه تسريب محادثه غرفه الفار اللي حصلت بين الحكم محمد عادل وميدو سلامه اللي اكدت ان الاوضاع غير مستقره، وعشان كده اتحاد الكوره كان لازم يلاقي خبير اجنبي لان الوضع بقى امر واقع ولازم يحصل، بس في نفس الوقت مش بتاع مشاكل وبيسمع الكلام، وده اللي عمله كولومبي اوسكار لويس مع بدايه تعيينه كرئيس لجنه الحكام. وتصريحاته مختلفه عن باقي الاجانب اللي طالوا نفس المنصب، بيقول ان مفيش تدخلات من اي حد وانه بيعمل بحريه كامله، كمان ما اتبعش نفس اسلوب الاجانب اللي قبليه وحاول يغير اي حاجه، لكن مشى بنفس السيستم. ده غير موقف اتحاد الكوره بعد الهجوم من الانديه على مستوى الحكام ورئيس لجنه الحكام الاجنبي اللي بدل ما يقولوه كالمعتاد يجددوا ثقتهم فيه عكس باقي الاجانب. لكن الفكره ان المنظومه ما بقتش مهيئه للنجاح، وان التوتر والاعتراضات المستمره عمرها ما هتنتهي الا بتطبيق حازم للقانون بدون اي مجاملات ولا محاوله احتواء موقف. اكيد الايام الجايه هتكشف لنا الحكايه اكتر ونعرف هتبقى ازمه ثقه جديده ولا هيحصل تطوير في مستوى التحكيم. ولكن انا لا افشي عليك سرا ما اشبه الليله بالبارحه، وانا حاولت اسرد لك كل وجهات النظر وفي الاخر الحكم النهائي ليك يا ملك، بس لازم تبقى عارف ان الموضوع مشترك بين كل الاطراف ويتحمله اشخاص كتير. بس كده، اوعى تنسى اللايك وسبسكرايب وتعملي فولو على الانستجرام، واعمل شير للحلقه دي لكل اصحابك وحبايبك، وقول لهم شرنوبي بيحبكم وبيتمنى لكم حلقه ممتعه. مستني رايكم وسلام.